يا صباح الفل. النهاردة كده قايمة، جسمي وجعني، ايدي وجعاني، مخنوقة. خدت بعضي وصليت واتوضيت وعملت كل اللي بيتعمل الصبح. لقيت نفسي زهقانة برضو، قلت انزل بقى، انزل اتمشى في اي حتة. نزلت لقيت رجلي جايباني على هنا، مكان فيه راحة نفسية كده وهدوء. فضلت ماشية 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 ماشية، رحت بصفولي بقى اروح المكان من الناحية دي. في مقابر وفي سكان في المقابر، طبعا في ناس ساكنة اهي. مشيت وقعدت ادعي لأمواتنا وأموات المسلمين أجمعين يا رب. وهنا بقى وصلت المكان فيه راحة نفسية جدا جدا جدا. رحت السيدة نفيسة، والله ما كنت عاملة حسابها ولا أي حاجة خالص، أنا نازلة أتمشى عادي الصبح. لقيت نفسي زهقانة في البيت، ورحت نازلة جبت لي كوباية قهوة ونزلت اتمشيت. لقيت نفسي رجلي جايباني على هنا في مسجد السيدة نفيسة. مكان بقى ما شاء الله ما شاء الله، مكان مريح وفيه هدوء أعصاب وكل همومك، أو كل همومي أنا نسيتها يعني. بصور لكم بقى المكان من قبل ما أخش. هنا كان بداية المكان أهو، داخلة هنا تخشي من الناحية دي وتخرجي من الناحية التانية كده. دخلت اهو في كرفان كده، جزء للرجالة وجزء للستات، فعاملين بينهم كرفان كده. وصلت هنا مش قادرة اقول لكم على الراحة النفسية، والله راحة راحة ما بعدها راحة. في ناس بتقول حرام تروحي المكان ده مخصوص، ان انت تروحي تزوريه مخصوص. وفي ناس بتقولك وانت ماشية معدية يعني ممكن تروحي، لكن ما تروحيش مخصوص. بس والله انا ما عاملة حسابها، يعني انا فعلا نازلة كده مش عاملة حساب ان انا اروح. انا لقيت الدنيا جو هدوء والمواصلات سهلة ومفيش زحمة، فلقيت نفسي رجلي جايباني على هنا. وادي المقام او المقام اللي بيحطوا فيه ورد. في ناس بتحط فيه ورد، استغربت جدا يعني. في ناس بتحط فيه ورد، في ناس بتحدف فلوس جوه المقام، في ناس بتحط صورها. مش عارفة الموضوع ده، انا استغربته جدا. هنا بقى فضلت ادعي ربنا وادعي، بس انا والله مش عاملة حسابي ان انا اجي بجد، انا جاية صدفة. قعدت ادعي، في ناس قعدت ابص كده، ايه الناس اللي حاطه ده؟ يعني الناس حاطه صورها، ناس حاطه ورق مكتوب عليه حاجات، في ناس حاتفه فلوس كتير. مش فاهمه ايه ده. في ناس بتحط ورد. انا قرأت قرآن وقعدت ادعي على القوم الظالمين، وقعدت ادعي لاخواتنا ان ربنا ينصرهم وينصفهم بحق جاه حبيبك النبي ان شاء الله. وقعدت ادعي لنفسي وادعي لولادي وادعي ليا ولزوجي ولحياتنا يعني، وادعي لاخواتنا. هنا بقى قعدت شوية وطلعت من نفس المكان، ما طولتش يعني. بس عايزة اقول لكم المكان فيه هدوء اعصاب وفيه ريحة مش طبيعية، ريحة جميلة جميلة، ريحة مش طبيعية. وهنا المكان اللي تصلي فيه، يعني في مكان للمقام وفي مكان تصلي فيه. فالمكان ده انا صليت فيه، ادن عليا العصر وصليت فيه. وادي الجامع بقى، انا ملحقتش اصور الجامع فيديو لان البطارية كانت فديت مني، وصورته لكم كده. السلام عليكم ورحمة الله.